السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني متتبعي قناة صوت الحق وإخواني المغاربة في كل مكان. بلا شك إخواني في القضايا اللي كتتعلق بالمغرب وألمانيا وإسبانيا وكل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فأكيد كنلاحظوا بعض التعليقات ديال الناس اللي كيوجهوا انتقادات لاذعة لأداء الدبلوماسية المغربية، وخاصة من بعد تفجر الموقف كما قلنا مع إسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، خصوصا مع إسبانيا اللي نجحت في إقحام الاتحاد الأوروبي في المواجهة مع المغرب. وهذه الانتقادات أثارت الكثير من المخاوف حول النهج اللي كتعتمد الدبلوماسية المغربية، وذلك في موقف غير مسبوق، فمن لغة المهادنة إلى أسلوب التحدي والمواجهة. وبات الجميع كيتساءل: هل للمغرب من الإمكانيات والقوة للسير على هذا النهج ورفع سقف التحدي أمام الكبار، أم أن الأمر لا يعد أن يكون سوى مغامرة غير محسوبة العواقب؟ وباش نجاوبوا هاد الناس اخواني على هذا السؤال، فلازم اننا نطرقوا العديد من النقاط والعديد من القضايا. ففي الادبيات اللي طبعت الدبلوماسيه المغربيه على مدى اكثر من 50 سنه، واللي وضع الاساس ديالها الملك الحسن الثاني رحمه الله، ظلت هاد الدبلوماسيه مطبوعه بالتروي والاعتدال، بل واعتمدت سياسه مسالمه مهادنه ومرنه اللي كتعتمد على الحوار كافضل سبيل لتزويه النزاعات، وهو النهج اللي دأب عليه المغرب في التعاطي مع مختلف القضايا وطنية كانت أو دولية. واشتهرت الدبلوماسية المغربية بأدائها الحكيم والمتبصر للمرحوم الحسن الثاني رحمه الله، واللي تمكن من استرجاع الساقية الحمراء والذهب على مرحلتين، وذلك بفضل ذهائه السياسي وفطنته ويقظته. وبعدها خاض المغرب عدة حروب دبلوماسية ضروسة مع الجزائر بين انتكاسة وانتصار، غير أن هذا المنهاج الدبلوماسي لطالما تعرض هو الآخر لانتقادات واسعة، وذلك بسبب سلبيته ومهادنته، وهو الشيء اللي خلى مجموعة من الأخطاء السياسية كتراكم، واللي مسست بجوهر قضية الوحدة الترابية. فتعرضت الدبلوماسية المغربية جراء ذلك لهزائم كبيرة أمام نظيرتها الجزائرية، خصوصا في المحافل الإفريقية خلال سنوات السبعينات والثمانينيات، ودفعت المغرب إلى أنه ينسحب من منظمة الوحدة الإفريقية، وبذلك تمكنات ما يعرف بالجمهورية العربية الصحراوية الوهمية من الانضمام إلى عضوية المنظمة الإفريقية واعتراف العديد من دول العالم بهذه الجمهورية المزعومة، فضلا عن الانتكاسات داخل دواليب الأمم المتحدة. وقد ساد إجماع على وصف الأداء الدبلوماسي المغربي في تلك المرحلة بالتراجع والتذبذب وسلوك سياسة الكرسي الفارغ كأفضل الحلول. ولكن وبعد اعتلاء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999، حرص على تطبيق قاعدة التغيير كمنهجية لاشتغال الدولة، بما سمي بشعار العهد الجديد للسلطة، واللي يشمل مختلف المناحي بما فيها السياسة الخارجية، واللي كانت بأمس الحاجة إلى دينامية جديدة باش تقوي الآلة الدبلوماسية المغربية. وتعزز هذا التوجه إخواني بالجهود الجبارة لحكومة التناوب بقيادة الراحل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، واللي فتحت بدورها آفاق واسعة للدبلوماسية المغربية في بقاع العالم لم يكن للمغرب حضور بها، كأمريكا اللاتينية وآسيا على سبيل المثال. وارتفعت وتيرة التغيير والنجاحات للدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة بالتحرك الدبلوماسي الواسع النطاق للملك محمد السادس بإفريقيا، وذلك بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والسحب أو تجميد العديد من دول العالم لاعترافاتها بجمهورية الوهم الصحراوية. أيضا تأكيد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل للمغرب في قضية الصحراء المغربية، وتكللت هذه الجهود بخطوات في غاية الأهمية لتعزيز الوحدة الترابية لبلادنا من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي بمغربية الصحراء، وكذلك رفع العلم الأمريكي بمدينة الداخلة، واللي واكبوا فتح العديد من الدول العربية والإفريقية لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة. هذه الانتصارات دفعت المغرب على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به، ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية، دون أن يغيب عن الأذهان
أن دعوة من هذا القبيل موجهة بالدرجة الأولى إلى الإسبان. فتمكنت الدبلوماسية المغربية من إعادة الاعتبار لنفسها باختراقها في الساحة الدولية وتفوقها على نظيرتها الجزائرية، وكذلك بدك معاقل بوليزاريو والجزائر بالعديد من مناطق العالم اللي كانت كدعم أطروحة الانفصال بشكل أعمى. ولكن المعركة لم تنتهي بعد. وسط هذه الأجواء الإيجابية تعرضت الدبلوماسية المغربية لمواجهات سياسية ودبلوماسية من العيار الثقيل، وشكلت امتحان حقيقي للمغرب حول مدى قدرته على تحمل أعباء الاصطدام بقوى دولية كبرى. فقد ظهرت أزمة غير متوقعة مع ألمانيا شهر مارس الماضي، وذلك جراء قرار وزارة الخارجية بتعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط، وهذا دون إبداء أسباب لهذا القرار. ليتضح فيما بعد أن هناك خلافات عميقة بين البلدين، واللي كتهم بالدرجة الأولى موقف برلين من قضية الصحراء وقضايا جانبية أخرى. وفاجأت ردة الفعل المغربية القوية تجاه دول كبرى من حجم ألمانيا، اللي الكل كيعلم مكانتها المتميزة أوروبيا ودوليا، فاجأت المراقبين ودفعتهم إلى التساؤل عن هذا النمط الجديد في لغة التصعيد المغربية. تلتها شهر أبريل المنصرم أزمة جديدة مع دولة أوروبية أخرى، إسبانيا الجارة الشمالية، وذلك على إثر استقبالها لزعيم الانفصالية المريض إبراهيم غالي، واللي دخل التراب الإسباني متنكر بهوية ووثائق مزورة من دون أن يشعر الرباط. وهو الشيء اللي خلى المغرب كينتفض على موقف الحكومة الإسبانية للأسباب المعروفة لدى الجميع، وكيدخل معها في أزمة سياسية حادة أدت إلى استدعاء السفيرة من مدريد كموقف احتجاجي، بل والدخول مع مدريد في حرب بلاغات وبيانات وصلت حد التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية. وأمام هذا الوضع برزت عدة تساؤلات عن سر هذه القوة المغربية في مواجهة غير معهودة مع الأوروبيين، ورفع سقف التحدي أمامهم دون خوف أو تحسب لعواقب اندفاعي. فهل المغرب قادر على مواصلته لتحقيق مطالبه واللي كتعلق بدرجة أولى بسيادته ووحدته الترابية؟ وهل المغرب مستعد لفتح جبهة الصراع من أجل حقه في الدفاع عن مغربية صحرائه على أكثر من واجهة؟ وهل سيواصل المغرب سلسلة أزماته مع كل من ينازعه في أقاليمه الجنوبية؟ وهل المغرب قادر على تحمل أعباء مثل هذه الصراعات؟ وهل هذه القوة المغربية الصاعدة مردها ثقة زائدة في النفس؟ فمن يلاحظ الهدوء المغربي بعد العاصفة الألمانية الإسبانية الأوروبية سيجد أن المغرب في وضع جد مريح، وذلك بعدما أظهره من منهجية مختلفة لغيرات من نمط التعامل إزاء من يحاول المس بسيادته. فهي نالت تقدير واعتبار الرأي العام الوطني، لا سيما عندما وقف ندا للند أمام الألمان والإسبان، بحيث أنه فرض عليهم معادلة جديدة في العلاقات معه، وطرح أسئلة جريئة لا لبس فيها، ورفض التعامل معه من نظرة التعالي ومنطق القوة والتفوق. فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس كما قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، ومثل هذا الكلام وهذا الموقف لا يمكن أن يأتي من فراغ ولا يوزع مجانا وعلى هذا المستوى. فبالتأكيد أن لدى صاحب القرار السيادي من الأوراق وعناصر القوة ما يجعله يحدد طريقة تعامله مع محيطه الدولي. وبالتأكيد لم يكن من قبيل الصدفة أن يعتمد المغرب هذا النهج التصعيدي في مساره الدبلوماسي. فنبرة التحدي غير المتوقعة لابد أن تكون مبنية على ركائز تؤمن فرص نجاح الخطة المغربية، ومن بينها تسلح المغرب بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الصريح، والذي اعترف بمغربية الصحراء، وتعزز هذا الموقف باعتماد قرار الاعتراف في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. وحاول البعض كالألمان والإسبان التشويش والمناورة، ولكن ضربة واشنطن كانت قاضية، فهي أربكت الأوروبيين والإسبان بدرجة أولى، مما يفسر أن الاستفزاز الأوروبي للمغرب قد يدخل في خانة التوجس والقلق من قوة إقليمية صاعدة، واللي ولات كتفرض وجودها بشكل ملفت للانتباه في إفريقيا والبحر المتوسط، وانفتاحها على قوى أخرى كالأمريكان والبريطانيين بعد البريكسيت، والإسرائيليين والصينيين والروس، وهذا بعد ما كانت أوروبا هي الملاذ الوحيد والآمن للمغرب. يضاف إلى ذلك طفرة اقتصادية والمشاريع الاستراتيجية الحيوية الكبرى اللي كيشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، واللي كتجذب الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات ومناطق متنوعة، وكتشمل الأقاليم الجنوبية
برا وبحرا، وقد تكون هناك عوامل أخرى قد لا يعرفها إلا أصحاب القرار. نعم إخواني، هناك متغيرات جيوستراتيجية وتحولات يشهدها العالم اليوم، والمغرب لا يمكن أن يظل بعيدا عن هذه التحولات منكمشا متمسكا بحلفائه التقليديين، وبالدرجة الأولى أوروبا التي خذلته في امتحان بسيط. فالأوروبيون سياسيا أبانوا عن ضعف شديد في التعاطي مع عديد القضايا والمشاكل الدولية، وذلك بالرغم من تكتلهم وموقعهم الجغرافي الهام، فقد عجزوا عن تقديم الحلول والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الدولي، ليظل هذا الأمر بين يدي الأمريكان والروس. والمغرب لا يمكنه أن يظل رهين هذه السياسات الأوروبية الخجولة والمتعثرة، فقد كان من المنتظر أن تكون أوروبا أول من يتفهم، وذلك بحكم عوامل الجوار والتاريخ والحقبة الاستعمارية وتقارب الشعوب والمصالح أيضا، فقد كان حريا بها أن تبادر إلى إيجاد حلول ناجعة كفيلة بوضع حد لهذا المشكل، خصوصا أنها هي اللي كتعرف مسبباته وخلفياته، وليس انتظار الأمريكان ليأتوا من بعيد لتسجيل موقف قوي وصريح قال عنه الأوروبيون أنه فاجأهم وأربكهم. فهم أولى بتدبير شؤون المنطقة وحوض البحر المتوسط قبل غيره. فالقناعة الأوروبية في التعامل الحسمي مع المغرب كشريك استراتيجي حسن الجوار يحظى بمصداقية دولية، كيلعب أطوار طلائعية بالتعاون في القضايا الحساسة المزعجة للأوروبيين كالهجرة غير النظامية والإرهاب ومكافحة المخدرات والتهريب والتعاون الأمني والاستخباراتي، ذلك فضلا عن المصالح المشتركة ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارات المباشرة. كل هذه القناعات تجعل الأوروبيين لا يرغبون في الابتعاد كثيرا عن المغرب، فتجدهم كلما اصطدموا به سرعان ما يتداركون الموقف ويسعون لتطويق الأزمة. ووفقا لهذا التوجه فيجب ألا نغفل الموقف الألماني الهادئ الذي سلك سياسة ضبط النفس في تعامله مع أزمته المغربية في انتظار بوادر تقارب وانفراج. الإسبان من جانبهم أيضا بدأوا في التلويح بإشارات سياسية إيجابية تجاه المغرب، تمثلت في دعوة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز المغرب إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين واستئناف الحوار والتعاون، زيادة على أنه أكد على ضرورة تعزيز أجندة بناءة لهذا الحوار. كما عدلت وزيرة الخارجية لايا من نبرة خطابها حين قالت بأن عليها نهج سياسة التكتم والحذر من أجل استعادة الثقة مع المغرب، مؤكدة استعداد حكومتها لبحث أي حل يقترحه المغرب لتسوية قضية الصحراء. فلنعد ونجيب على الأسئلة التي قلناها في الأول. هل المغرب بحاجة إلى العودة إلى دبلوماسية التحفظ والمهادنة، أي بالسكوت عن المواقف المعادية من أجل تجنب الصعاب، أم أن عليه مواصلة نهج دبلوماسية الجرأة والتحدي والصرامة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وإعادة الاعتبار لهذه الأمة؟ ومن هذا المنبر إخواني لا نعتقد بأن القائم على تدبير السياسة الخارجية للمغرب سيعود خطوة إلى الوراء، لأن الرجة الدبلوماسية التي أحدثها المغرب تبدو في غايتها بالدرجة الأولى، وهي تعمل على تغيير قواعد اللعبة في التعامل مع المغرب كطرف ضعيف تحت سيطرة وهيمنة قوة دولية مهما على شأنها، ليوجه المغرب بذلك رسائل واضحة إلى من يهمه الأمر أن التعامل مع المغرب يجب أن يتم وفق قواعد الاحترام المتبادل ومراعاة مصالحه وعدم التلاعب بقضية وحدته الترابية، واللي كتعتبر خط أحمر. أما الباقي فخاضع للتفاوض وتبادل المنافع والمصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.